السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشياسو، أخصائي النفسي. النهاردة أعزائي المشاهدين بتكلم طبعا في المكان الساحر، ورايا شلالات المية، ورايا وز وبط وحاجات ملونة كده جميلة جدا، يعني عشان نفتح نفسكم بس للمشاهدة. يعني بنكمل موضوعاتنا في دبلومة التربية والصحة النفسية للأطفال، وبنتكلم على التسمم الغذائي. طبعا تعرفين حضراتكم ان الاطفال ممكن ياكلوا اكل ملوث بالميكروبات، او لا قدر الله تحدث مشاكل بسمومها، زي ما بيحصل احيانا مثلا في الافراح او الاعياد او الموالد، فيحدث القيء المفاجئ والمتكرر بعد نصف ساعة الى عدة ساعات من تناول الطعام الملوث. وتحدث نفس الاعراض اللي هو القيء وغالبا الاسهال عند برضك اطفال تانية وافراد اخرين شاركوا الطفل في اكل نفس الطعام، وغالبا يؤدي التسمم الغذائي الى الهبوط، والواجب سرعة نقل الطفل في هذه الحالة الى مستشفى الاطفال حتى ياخذ الاسعافات السريعة اللازمة. كان في اسئلة بتقول لي ما معنى بكاء الطفل بعد الرضاعة بحوالي ساعة او اقل من ذلك؟ هل يعني البكاء ان لبن ثدي الام غير كاف؟ هل يعني البكاء ان لبن ثدي الام غير كاف؟ طبعا تعرفين حضراتكم ان بكاء الطفل بعد الرضاعة بساعة واقل يعني ان الطفل عنده مغص اذا كان الطفل قد اكمل الرضاعة السابقة. واذا لم يكن هناك سبب ظاهر للبكاء بنؤكد للامهات ان البكاء بعد الرضاعة بفترة وجيزة من الوقت ده يعتبر شيء طبيعي يحدث لعدد كبير من الاطفال خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العمر، نتيجة لضعف عضلات جدار البطن والامعاء. وبيكون مثل هذا البكاء مصحوبا بالحز، وغالبا ما تخرج بعض الغازات من الشرج ثم يزول البكاء ان شاء الله. وبنحذر الام يا جماعه من تلك العاده غير المقبوله، الا وهي اعطاء الطفل ثدي او زجاجه ليرضع اللبن كلما بكى حتى تستريح الام من الانزعاج والبكاء، فذلك بيؤدي الى اختلاط اللبن الجديد باللبن الموجود بالمعده منذ ساعه واكثر، وده بيؤدي طبعا الى مشاكل زي عسر الهضم، وبالتالي تكرار حدوث المغص والبكاء. فمش معنى كده ان الطفل بتاعي كل ما يبكي احس ان مثلا هو محتاج لسه رضاعة واديله الثدي، او ان انا احاول اسكته باي شكل. لا، الموضوع مش بالشكل ده. ليه؟ لان ممكن يبكي الطفل بعد الرضاعة بفترة وجيزة من الوقت نتيجة مثلا للجوع، لذلك قد يكون من الافضل عرض الطفل على طبيب الاطفال الذي يفحص الطفل ويقوم بوزنه ثم يكرر الوزن بعد اسبوع. وفي الحالات التي لا يزيد فيها وزن الطفل على المعدل الطبيعي يكون البكاء هنا في الحالة دي ناتجا عن الجوع. طيب سؤال تاني، هل يمكن اعطاء الطفل اليانسون او الكراوية بالليل؟ في كتير قوي من الامهات بتسأل السؤال ده، يا ترى طفلي انا ممكن اديله يانسون او كراوية بالليل وهو نايم ولا لا؟ طبعا انا عندي فريقين، منهم مؤيد وبيقول ان هذه السوائل ليلا بتروح الامعاء وبتطرد الغازات، اما الفريق الاخر فيقول لا، وبيعلل دون بان الطفل في الشهر الاول او الشهرين الاولين من حياته يحتاج الى رضعة في منتصف الليل، واعطاء اليانسون هو خداع له، لانه بيحتوي طبعا تعرفين اليانسون على او اي تغذية بيكون فيه سكر، وبعد شهرين بيكون الطفل قد ترك رضعة منتصف الليل لانه هو بيستلذ طعم اليانسون اكتر من لبن الام. وعلى هذا الاساس لا داعي للرضاعة باليانسون في الليل من بدء حياته. اما اذا استمر في البكاء بعد الرضاعة فيجب البحث عن السبب في بكاء الطفل قبل اعتبار الجوع سببا في البكاء. طيب سؤال تاني، هل من الجائز ان يشرب الطفل الماء؟ هل من الجائز ان يشرب الطفل الماء؟ والله بنقول نعم، ذلك جائز، بل ارى انه واجب او ضروري خلال اشهر الصيف الحار ان يشرب الطفل صغير الماء بعد الولادة بايام. بس خدي بالك، مادام بدأت بالمية يبقى لازم اتابعه، مش ان انا اسقيه وبعد كده انسى ان هو شرب مية.
ونرى من الافضل غلي الماء الذي سيشربه الطفل خلال الاشهر الثلاثه الاولى من العمر، ثم تركه ليبرد في الجو او تبريده بعد وضعه في زجاجه المعقمه. بس خدوا بالكم من معلومه مهمه جدا، احنا عندنا طبعا الميه بيكون فيها نسبه عاليه من الاملاح ومن الكلور، فما ينفعش ان احط الميه في فتره طويله جدا في الغليان، لا ده مجرد ما الميه هتبدا تغلي اروح اطفي عليها واسيبها تبرد لوحدها. بالطريقه دي انا بكون تخلصت بنسبه من 80 ل 90% من الاملاح ومن الكلور الموجودين في الميه، ولو في اي بكتيريا او فطريات يتم الانتهاء منها ان شاء الله. طيب احيانا بيبكي الطفل الصغير في الصيف ويكون البكاء نتيجه للظمأ، بيكون عطشان، ولا يقنع الطفل برضاعه اللبن، ولكنه يسعد ويهدأ بالا حينما يشرب الماء. وممكن يرفض الميه. في الحالة دي يمكن إضافة كمية قليلة جدا من السكر إلى الماء بأنه يعطيه الطعم الذي يجعل الطفل متشوقا إلى الشرب. وإذا شرب الطفل فهنا لا أحدد كمية الماء التي يجب أن يشربها، فأي كمية يقبل عليها يجب أن يشربها، ولكن دون أن نضغط عليه وأن ندفعه إلى الشرب. سؤال تاني بيقول لي هل الكراوية يمكن أن تكون سببا في حدوث الامساك؟ هل الكراوية يمكن ان تكون سببا في حدوث الامساك؟ بنقول نعم، الكراوية بتساعد على حدوث الامساك، وكذلك بعض انواع الالبان الصناعية. علشان كده دايما نقول للطفل اذا كان عنده اسهال ممكن ان انا اديله كراوية في الحالة دي عشان يمسك البطن شوية ويوقف عملية الاسهال. سؤال جميل قوي، بعتتهولي بتقولي ما سبب الزغطة؟ ما سبب الزغطة وماذا عن النهجان الذي يحدث احيانا بعد الرضعة؟ طبعا تعرفين سبب الزغطة هو ابتلاع كمية من الهواء اثناء الرضاعة، يعني الطفل وهو بيرضع بيبلع مع اللبن اللي بياخده من ثدي الام كمية هواء كبيرة. اما النهجان فلانه بذل مجهود طبعا اثناء الرضاعة تماما كما ينهج الانسان الكبير بعد ان يجري، فده يعتبر بالنسبة للطفل مجهود شاق. ماذا عن ظاهرة الحزق؟ الطفل اللي هو بيحزق دي ايه الظاهرة دي؟ طبعا بنقول ان ظاهرة الحزق دي ظاهرة طبيعية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الطفل، وهي تحدث نتيجة للغازات الموجودة في الامعاء ولعدم قدرة الطفل على التخلص من هذه الغازات بسهولة، فانه يحزق، يبدا ان هو بقى يحاول يخرج الغازات دي. وفي الحاله دي انا ممكن استخدم الشياتسو او ريفلكسولوجي او مساج على البطن كده، واحاول ان انا اضغط سنه وامسح، اضغط وامسح، هتلاقي الغازات دي ابتدت انها تروح. كيف نعتني بالسره؟ ده سؤال بره جميل جدا، يقول لي كيف نعتني بالسره؟ انتوا عارفين حضراتكم ان بترتبط السره بعد الولاده مباشره، بتربط السرة بعد الولادة مباشرة، وهناك من الأطباء من يرى ترك الحبل متصلا بالمشيمة دون رباط لبضع دقائق حتى يتسرب جزء من دم المشيمة إلى الطفل المولود، وبذلك يصبح المولود أحمر الوجنتين. وبيستعمل لربط السرة خيط خاص معقم طبعا أو مشبك بلاستيك مخصص لذلك، مش أي حاجة. وبتقطع السرة بعد ربطها بمقص معقم، ثم تجفف نهاية القطع وتغطى بشاش معقم، وبتنظف السرة يوميا طبعا في ميكروكروم كحولي، ثم يعاد تضميدها بالشاش المعقم، ويسقط الحبل السري طبعا تعرفين من اليوم الخامس الى اليوم العاشر بعد الولادة، ويجب ان يترك الحبل السري ليسقط من نفسه دون شد، لان ذلك قد يؤدي الى نزف والعياذ بالله. وتأخر سقوط الحبل السري يعني وجود التهاب في قاعدة السرة، وده طبعا بيستدعي فورا استشارة طبيب الاطفال. تمام؟ طيب هنكتفي بهذه الاسئلة، وفي الحلقة اللي بعد دين هنكمل بقية الاسئلة، هنتكلم في حاجات كتير جدا. طبعا معايا كان معكم سعد المصري اخصائي النفسي ومعالج الريفلكسولوجي والشياتسو. للتواصل معايا رجاء الاتصال على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.